انا امبارح كرامتي اتمرمطت في الارض وحصل معايا موقف محرج جدا. وانا راجعه من درس الكيمياء قررت اركب ميكروباص علشان اوصل بسرعه، وطبعا كعاده اي ميكروباص مصري اصيل السواق كان مشغل مهرجانات بصوت يخرم الودان لدرجه ان ازاز الشبابيك كان بيرقص مع الاغنيه. والغريب واللي المفروض بيحصل دايما ان كل الناس اللي بتكون في الميكروباص بتعترض وتقول له اقفل الاغاني يا اسطى او وطي الصوت شويه يا ريس، لكن اللي حصل كان عكس المتوقع، ولا واحد من الركاب كان معترض، بل بالعكس كان في كام حد بيسقف وعادي. فانا قلت لنفسي اسكتي يا بت يا زينب وحطي لسانك في بقك وخلاص، كمان 5 دقايق وهكون في البيت، خليني استحمل. لكن خرجت عن صمتي لما لقيت البنت اللي جنبي هبت منها وكانت بتهيص زي المجنونه. حسيت اني لما كنت في درس الكيمياء شديت سطرين من الكراسه بالغلط، اصل مش طبيعي اللي بيحصل ده يعني. رحت قلت للسواق بصوت عالي ممكن يستطوطي الاغاني شويه يا اما تطفيها. لقيت الناس كلها بصت لي وكاني شتمتهم. السواق لف لي وقال لي مالك يا انسه، احنا اصلا ركبناكي معانا ثواب علشان لقيناكي واقفه زي الهبله قدام المحطه ومفيش ميكروباصات، وقلنا نعمل فيكي خير وناخدك معانا علشان رايحين فرح في نفس المنطقه اللي انت رايحه لها، وانا مرضتش اكسفك وركبتك معانا تقومي تعملي معانا كده. انا من كسفتي ومن كتر الاحراج اللي كنت فيه حاولت اصلح الموضوع ورحت رائعه زغروطه جابت اخر الشارع، بس انا زعلانه اني لسه اول درس في ثانويه عامه والبدايه مش مباشره.